السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا يا بنات، الفراخ المشوية دي على الفحم حية كده جميلة جدا جدا، احلى ما بنجيبها من بره. عملنا ايه؟ جبنا بصلاية كده كبيرة، فرمتها فرمة حلوة في الكبة، وهضيف لها التوابل دي اللي هقول لكم عليها. دي هريسة شطة، الهريسة اللي احنا عاملينها. ضفنا معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة من البابريكا، معلقة من توابل الفراخ، معلقة من السبع بهارات، سنة من القرفة. طبعا الملح، ما ننساش الملح. كل ده حطيناه مع بعضيه في البصل، وهنتبل بها الورق كده. بعد ما هتبل الورق كده تقعد ساعة ساعتين، ممكن تبيتها من بالليل. واما اجي اشويها هشقها بالسكينة يا بنات، كام شقة كده في الورك كده امسكه، وايه، وهديه كام شقة كده عشان يستوي من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هتبلها كده التتبيله دي كلها كده، ولا تقع منها ولا تتحرق ولا اي حاجه. هتطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه كده الجميل ده جدا جدا جدا، ما شاء الله. والطعم حكايه حكايه والله، احلى ما بتجيبيها من الكبابجي من بره. حاجه كده يعني زي العسل. بص يا بنات، ادينا بنشوي فيها كده حاجه كده زي العسل كده، ما شاء الله. الله على الريحه. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك. هو الفيديو قصير كده يعني، يا ريت تدوسونا لايك واشتراك كده في القناه تكبر بيكم. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا بنات، طلع بالجمال ده كده. رشه بقدونس كده او خضره على الوش كده، وسلطه طحينه وسلطه خضراء، والسلام عليكم.